هلو يا حلوين، دماغي فيها 100,000 حاجة. مش قادرة أرتب اليوم ولا قادرة أرتب الحاجات اللي هعملها بكرة. عندي مواعيد كتير، عندي حاجات كتير لازم أعملها في البيت، حاجات لازم أشتريها. عايزة أهتم بنفسي في حاجات كتير، وكل ده مش مترتب ومش حاسة إن أنا عارفة أنا عملت إيه وما عملتش إيه. دماغي دايما مشغولة، وكان لازم ألاقي حل أعرف أوصل بيه إن أنا أرتب اليوم بتاعي. تو دو ليست كانت احلى حل، وهو نوت بوك من اسراري. عايزه اقول لكم ان تو دو ليست ده بجد هيرتب لكم اليوم جدا. نوت بوك فيه كل الحاجات اللي المفروض تعمليها في اليوم، وتعالوا نشوف عامل ازاي من جوه. اول حاجه مكتوب فيه التاريخ، وبعد كده الاساسيات الدينيه اللي هنعملها زي الصلوات كلها مكتوبه علشان ما تنسيش حاجه منهم، اذكار الصباح والمساء، الصدقه، القران، الاستغفار، والصلاه على النبي عليه الصلاه والسلام. مهام كتير بقى لازم نعملها، زي ان انا اهتم ببشرتي، اهتم بشعري، ممارسه الرياضه، الفيتامينز اللي باخدها، احسن اللغه، اعمل حاجات احضرها لبكره. كل ده مكتوب. وكمان مش بينسى معانا ان احنا نشرب الميه علشان ما ننساش. نيجي بقى للجزء التاني في الصفحه، وهي الاولويات. اولوياتي اللي المفروض اعملها النهارده، مهامي اليوميه، الحاجات اللي المفروض اعملها، مواعيدي، ولازم اشتري ايه، ومهام التنظيف في البيت، وزي ما قلت لكم. واخر حاجه ما تم صرفه. طبعا هنكتب هنا كتير جدا. بجد رتبت لي كل حاجه، رتبت لي افكاري، رتبت لي اليوم معايا، بقيت الحاجه اللي اعملها بعلم عليها، وبكتب كل يوم الحاجات اللي انا محتاجه اعملها. تحسوا ان انتوا بعد ما هتجربوا تو دو ليست والنوت بوك هتحسوا ان افكاركم اترتبت، وهتحسوا ان كل حاجه وراكم هتقدروا تنجزوها، ومش هتنسوا اي حاجه. سايبه لكم اللينك بتاعهم، وبجد لازم كل واحد فينا يكون عنده النوت بوك دي. هترتب معاكم افكاركم جدا، وهتحسوا ان انتوا انجزتوا حاجات كتير جدا بسبب ان انتوا كاتبين الحاجات دي، مش هتنسوها. هسيب لكم اللينك، هتتبسطوا جدا منها. باي باي.